صباح الخير. النهاردة هنعمل صينية البطاطس باللحمة الشهيرة. طبعا كل حد فينا ليه طريقته في صينية البطاطس، مش هقولكم ان احنا هنعملها النهاردة احلى من المطاعم، لان بالفعل صينية البطاطس من الوصفات او الوجبات اللي لما بتتعمل في البيت بتبقى احلى من المطاعم بمليون مرة. ما بتكونش عليها بهارات كتير، بتكون مكوناتها بسيطة جدا. بس النهاردة انا هعرفكم طريقتي في عمل صينية البطاطس باللحمة، وزي ما قلت لكم في اول الفيديو هتكون احلى من المطاعم بمليون مرة. ما شاء الله، شايفين الجمال؟ هي بتتكلم عن نفسها. بس قبل ما ابدا الفيديو، لو اول مره تشوفوني، انا اسمي اسماء. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير وفعلوا الجرس عشان توصلكوا اشعارات بكل وصفاتي، وما تنسوش تحطوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك. يلا بينا نبدا. معايا هنا اول حاجه الصينيه بتاعتي، رفعتها على النار وهنزل فيها بمكعب من الزبده. الزبده البلدي دي يا جماعه، بلدي دي بتنقل الوصفه بتاعتنا لحته تانية خالص. معلقتين من الزيت، زيت الذرة او اي زيت موجود عندكم. وهنا معايا كيلو من اللحمة، اي لحمة انتوا تفضلوها، اي نوع انتوا تفضلوه، كندوز، ضاني، بتلو، اي نوع انتوا بتحبوه. وهنا بقى هدي للحمة صدمة دلوقتي، يعني الزبدة كانت سخنت معايا شوية كده، ونزلت بقطع اللحمة بتاعتي. انا مش مقطعها صغير قوي لكن قطع متوسطة، وهنزل عليها برشة من الفلفل الاسود. وهنا بقى عشان تبقوا عارفين، يعني ملك صينية البطاطس الفلفل الاسود. الفلفل الاسود هنا هنضيفه في كل المراحل، على البطاطس والبصل واللحمة، في كل المراحل. وهنا بقى هندي للحمة لون على الوشين، يعني على الاتجاه الاول والاتجاه التاني. حرفيا مش عايزة، يعني عايزة اقول لكم هتطلع اكنها مشوية على الفحم بالظبط. هتطلع معاكم رهيبة بالطريقة دي، جربوها ومش هتبطلوها بجد. وهنا بقى هدي للحمة كده وش احمر، اللون الاحمر الجميل ده لون الشوي، على الاتجاه الاول والاتجاه التاني. وقلبتها وبرده رشة من الفلفل الاسود. وهنا بقى ما شاء الله اللحمة بتاعتي كانت خدت لون من على الوشين زي ما انتم شايفين كده، لون يعني لون حلو محترم. وهننزل عليها دلوقتي ببصلتين كبار كده انا مقطعاهم جوليان، هننزل بيهم على اللحمة بالشكل ده. وهنقلب اللحمة مع البصل. وهنا بقى كانت البصلة دبلت مع اللحمة، قلبناهم تقليبة كويسة كده مع بعض. وهنقلهم دلوقتي بقى في الحلة بتاعتي، عشان يعني في المرحلة دي محتاجة حاجة اكبر، عشان هنضيف لها عصير الطماطم دلوقتي. وهنا بقى حطيت اللحمة في الحلة ونزلت عليها بالبصل، وهنديهم تقليبة كده مع بعض. ودلوقتي بقى معايا كوبايتين من عصير الطماطم. الطماطم دي انا غسلاها وفرماها ناعم كويس قوي، يعني خدوا بالكم في المرحله دي فرم الطماطم تكون ناعمه قوي، مش مصفياها ولكن فرمها كويس. وعليها كوبايتين من الميه. وهنسيب اللحمه تستوي بنسبه 90%. ولو احتاجت ميه تاني زودولها بالتدريج. طبعا احتاجت مني حوالي 3 كوبايات تاني غير الكوبايتين اللي انا حطيتهم دلوقتي. كل ما الصلصة دي تقل او المية تقل على اللحمة وهي بتستوي، زودوا كوباية كوباية بالتدريج. ودلوقتي هنحط لها معلقة سكر عشان تعدل نسبة الحموضة في الصلصة. وهنحط لها معلقتين كده محترمين من البابريكا. وهنا بقى البابريكا بتدي لون حلو قوي لصينية البطاطس. وعلى نار عالية بقى، وهنقفل عليها، وكل ما تحتاج مية زودوها بالتدريج. وعايزينها تستوي بنسبة 90%.
وهنا بقى معايا كيلو من البطاطس او ايا كان الكمية اللي انتوا حابين تعملوها، اكتر اقل زي ما تحبوا. هنقشره هنا كويس قوي. وينفع تعملوا يعني نص كيلو، ينفع زي ما انتوا حابين. وهيبقى نص المقادير اللي انا حطيتها، يعني نص الطماطم، نص كمية المية، زي ما انتوا حابين. واهم مرحلة بقى عندنا مرحلة تقطيع البطاطس. خدوا بالكوا يعني لازم يكون سمك البطاطساية تكون سميكة مش رقيقة، يكون حجم السمك قد عقلة الصباع كده زي ما انتوا شايفين. هوريها لكم دلوقتي. ولكن لو السمك بتاع البطاطس رقيق، البطاطس هتتهري وهتبوظ منكم، يعني هتروح في داهية تماما. شايفين سمكها قد ايه سميكة، قد عقلة الصباع كده زي ما قلت لكم. وهنا بقى نقطع كل الكمية بتاعتنا بنفس الطريقة اهو بالشكل ده. وقطعت كل الكمية بتاعتي، ومعايا بصلتين كبار كده قطعتهم جوليان، ومعايا 3 فلفل رومي برضو هقطعهم جوليان، وممكن 1 فلفل سبايسي، ممكن 1 فلفل الوان زي ما تحبوا شكلوا فيها زي ما انتوا عايزين. عايزه اقول لكم هنا الفلفل مع البصل بينقل الوصفه لحته تانية خالص. وهنا نزلت بالبصل والفلفل في الصينيه، وعليهم رشه من الفلفل الاسود، وهنزل بكميه البطاطس بتاعتي كلها وعليها رشه من الفلفل الاسود، وعليها مكعب من مرقه الدجاج، ورشه من الكمون، وعليها هنا كده مكعب من الزبدة انا قطعته كده على الوش بالشكل ده، ورشة كده صغيرة من الزيت. وهنا اللحمة بتاعتي كانت استوت بنسبة 90%، نزلت بيها على البطاطس وعليها الصلصة الرهيبة بتاعتها دي. شايفين قد ايه اللحمة واخدة لون الشوي، ما شاء الله بجد حاجة رهيبة. وهدخلها الفرن على درجة حرارة 200 على الرف اللي في النص لحد ما البطاطس تستوي بنسبة 100%. وهنا طلعت اهي ما شاء الله. شايفين الجمال بجد يا جماعة، اتجنن، رهيبة. دي بقى يعني بطلة الجماهير بتاعتنا، لازم تكون موجودة على السفرة المصرية في رمضان. وبس كده، اتمنى يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير وفعلوا الجرس عشان توصل لكم اشعارات بكل وصفاتي. اشوفكم على خير فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.